إذا معنا عبر الهاتف من لندن خولة الحساوي عضو شرف النصر وإحدى كذلك الحاضرات في مباراة السوبر. أهلا بك معنا في التاسعة. يعني أستاذة خولة، أنت تنتمين للبيت والنسيج الخليجي الواحد ومن الكويت تحديدا، وكنت حاضرة وشاهدة للوضع العام قبل وأثناء وكذلك بعد المباراة، فكيف تصفين ما رأيته فعلا في لندن؟ مساكم الله بالخير. بداية أنا تشرفت أكيد في الحضور في مباراة النصر والهلال السوبر في إنجلترا، وكان بالنسبة لي شرف كبير، وزادني شرف أن هذا الحضور اللي أنا حضرته ما هي مباراة أجنبية، هي مباراة عربية ولكن على أراضي أجنبية. شرفت ليس بس السعودية، شرفت الكويت، شرفت الخليج. بينت العائلة العربية كانت محترمة في الإستاد. كنا على يميني كان نصراوي وعلى شمالي كان هلالي، وكنت أشوف بعض العائلات أيضا بنات لوحدهم، يعني في قمة الاحترام وفي قمة المحبة. مع العلم وأنا كنت قاعدة كنت خايفة، قلت طالما احنا اجتمعنا كهلاليين ونصراويين خفت من التعصب، خفت من التحرش، خفت، تدري هذا متوقع فينا كعرب. ولكن تغيرت النظرة تماما في خلال 90 دقيقة من إيجابية إلى سلبية. يعني ما قبل وأثناء وبعد المباراة. لكن أستاذة خولة يعني والجمهور النصراوي كان خير جمهور، شرف السعودية وشرف الحمد لله مما لا شك فيه. بحسب كلامك، وأنت يعني خير شاهد لهذه المباراة. سعيدة جدا في الحضور ما بين إخواني، ولكن تأثرت يمكن للنتيجة، لكن بالنهاية تبقى كرة. استاذة خولة، إذا كنت تسمعينا عفوا، يعني تداركا يعني مسألة الوقت، بحسب كلامك يعني فإن الواقع يختلف تماما عن سيل الاتهامات التي للأسف روج لها في تويتر وغير تويتر. لماذا؟ طبعا معك حق، تصدقني انا صدمت من كنت سمعت اشاعات كثيره، ما اعرف، اتصور هذه شريحه بسيطه هدفها الاطاحه في بلدستان السعوديه او الاطاحه في الدول العربيه، ما اعرف. بس انا يعني اتمنى الكل ياخذ كلامي بواقعيه. كل الكلام اللي انا سمعته في تويتر، وبدليل اني انا ما علقت عليه، واللي سمعته ايضا من بعض في الواتساب وصلني انه واحد طلق زوجته. وين قاعدين؟ احنا في سنة 2015 أهل المملكة تطوروا وتثقفوا، وأهل الخليج وصلوا وين؟ يعني ما أتصور احنا وين قاعدين، عرفت؟ يعني الثقافات اللي وصلنا لها من فضل الله علينا كخليجيين تمنعنا ان احنا نتصرف بالطريقه هذه. نعم، وصلت يعني للاسف انتهى الوقت، وصلت الفكره كامله. استاذه خولة الحساوي عضو شرف النصر، وكانت هي إحدى الحاضرات في مباراة السوبر التي أقيمت في لندن. شكرا لك.